أيوة يا نهال. لا، وجاي بكل بساطة بيقولي أنا ابن أخويا، وإن وصاه يجيلي لو حصل له حاجة، وإن ليه ورث كمان. طب وإنت عملت إيه؟ اوعى تكون عشمته بحاجة يا صابر. وهي دي حاجة تفوتني برضو. اتجننت أنا علشان أقول له يا ابن أخويا الكبير، اتفضل تعالى وقش كل حاجة. ما أنا ما حلتش حتة عيل يورث، وإنت هتاخد كل حاجة. خلاص يا صابر، قفل على الموضوع ده. كفاية بقى المصيبة اللي عندنا، واللي واقفلنا زي لقمة في الزور، ومش عارفين نخلص منها. البت ام لسانين دي، انا مش عارفه الاقيها منها ولا من امها. هم؟ امها دي اللي هي مرات اخوك يا حبيبي. لو تشوفها وهي تتحكم في الفيلا هنا، كأنها قاصده تعرفي انها الكل في الكل. بس انا مش هقدر ان ما اطفشها. اصبر بس عليا. انا بس اللي شاغلني ان الواد ده يطلع مفتح ويعمل شوشره. طب خليه يعمل، يبقى يشوف بقى مين هيصدقه ولا مين هيقف معاه. وعند مليكة، ها بقى يا، استنى، هو انت اسمك ايه الاول؟ انا اسمي سفيان، وقصتي يمكن تبان عادية، لكن قلبت حياتي كلها. وانا مليكة. طب بص، احكيلي وانا سامعاك. ايه قصتك بقى؟ انا في الاول والدتي متوفية وعايش مع والدي. انا كنت شاب عادي جدا زي اي شاب، بتمنى اخلص تعليم علشان اشتغل واساعد والدي بشهادتي. حالتنا كانت بسيطة جدا. كان والدي بيشتغل سواق على تاكسي مش بتاعه، علشان يقدر يوفر لي حياة كويسة. كنت دايما بسأله على أهلي وعيلتي، يقول لي إننا ملناش حد. كنت بصدقه لحد اليوم اللي بابا تعب فيه، ووقتها قال لي كل حاجة.